السلام عليكم، يومكم سعيد ومبارك. أهلا وسهلا بالجميع. أنا أم لقمان وهذه قناتي. اليوم حابة نقدم لكم شوية مقتطفات من روتيني لتحضير العزومة في شهر رمضان المبارك. عزمت صديقتي وعويلتها، فإن شاء الله يا ربي تستفادوا من هالفيديو ولو حتى بحاجة بسيطة. نقولوا بسم الله. وطبعا العزومة ضروري تنسقي قبلها بوقت، سواء في توقيتك أو تنسقي في الحاجات اللي انتي تبي تشريها أو شن بالطيبي بالضبط. وأكيد ضروري ترتبي حويشك وتنسقيه قبل لا يجوا الضيوف. حنوريكم ونشرح لكم بالتفصيل شن درت. فنبدأ لكم أول صنف درته معاكم كتحضير مسبق قبل العزومة بيوم. درت السلطة المشوية، حطيت الخضرة متاعي في طاجين ورشيت عليها شوية ملح وشوية من الزيت الزيتون أو الزيت العادي، وندخلها للفرن حتى تطيب عندي الخضرة وتدبل. وتاني حاجة درت سلطة الفلفل، حتى هي قليت الفلفل والثوم وعندي الجبنة والكزبر والزيت، وطبعا بالإضافة إلى رشة الملح. ما تكتروش واجد لأن الجبنة مالحة. تقدروا تضيفوا أي إضافات تانية لو تحبوا مثل الكزبر، لكن أنا منحبش نغير لها نكهتها، فهيك بإذن الله حتطلع أحلى وأخف. حنحط المكونات كلهم في الرحاية ونرحي السلطة متاعي، وهيك تاني نوع من السلطة يكون جاهز عندي. نرجع بكم للسلطة المشوية. بعد ما طيبت الخضرة في الكوشة أو في الفرن نخليها شوية تبرد، وبعدين نحطها في محضرة الطعام. نحط عليها شوية من الكزبر وزيت الزيتون والملح، وطبعا ما ننسوش الثوم. أنا الثوم ما بدش نحطه من البداية باش ما يبسش عندي وينحرق أول شيء. حطيتها لما قريب تطيب الخضرة، رميت حبات من الثوم وطيبتها. بالنسبة لي رحي السلطة المشوية تقدروا ترحوها في محضرة الطعام، أو ممكن تحطوها على لوحة وتقعدوا تقطعوا فيها بالموس أو السكين. عندي المرحلة الثانية الحق أفضل لما نبدأ فاضية وبالوسع نرحي فيها يدويا تجي أبن وأفحاء. وفي الأخير نحط فحمة وقطرات من الزيت ونغمها باش تعطيني نكهة الفحم، أو كأنك مطيبة السلطة المشوية على الفحم. وهذه المرحلة تعتبر اختيارية، بما أن الحق جو شتاء وصقع ما عندناش كيف نطيبوا السلطة المشوية على الفحم، فهذه المرحلة تعتبر زي ما قلت لكم تعويضا عن تطيب السلطة المشوية على الفحم. نرجع بكم لتفاصيل الفيديو. من الأشياء اللي حضرتها تحضير مسبق واللي هي مثلثات البكلاوة. بالنسبة لي الطريقة بالتفصيل تلقوها على قناتي، قناة أحلى الأكلات بنكهة ليبية مع أم لقمان، يعني قناتي الثانية الخاصة بالوصفات. أنا من الأشخاص اللي نحب ندير حتى الحلو من يدياتي، وخاصة لما يبدو ضيوف جاييني نحب نكبر بيهم بحاجة من يدياتي. يعني قليل النادر لما نشري الحاجة جاهزة من برا، رغم أن الحمد لله يا ربي عندي الاستطاعة أني نشري من برا. نقول لا، خليني نديرها على الأقل نحسها هيك تكبيرا للشخص اللي جايني. فهل أنتم توافقوني على الشيء هدايا ولا لا؟ الحمد لله، يعني نحس فيها ميزة. وانا الحق لما نمشي للشخص نفرح لما نلقاه مطيب لي حاجات من يدياته. يعني نقولني ان الشخص هدايا عابي ومقدرني وانه مداير معايا الواجب، رغم انه ماهوش بليكال صح، لكن هذه نعتبرها من الاشياء اللي تحسسك ان الشخص مهتم بيك. ونرجع بكم مرة تانية لتفاصيل الفيديو. من الاشياء اللي حبيت نديرها في سفرة الافطار بالنسبة لي النوع الحلو واللي هو يشد اليد، طبعا التمورة. حتى هي نزلتها في قناتي، قناة احلى الاكلات بنكهة ليبية، بكل تفاصيلها. ما نبيش ندقق معاكم ونخش في التفاصيل اكتر واكتر. الشرح بالتفصيل تلقوه في الفيديو على القناة. درت التمورة حتى هي قبلها بوقت باش تكون جاهزة وما
تشدليش اليد. ديما الحاجات اللي يصبروا والحاجات اللي تشوفوا فيهم يشدوا لكم يديكم، وخاصة اللي حالها من حالي يد وحدة في المطبخ، ضروري من التجهيزات المسبقة. خلوني نقول لكم بعض النقاط اللي ممكن تستفادوا منها في عزوماتكم، سواء في شهر رمضان أو حتى في سائر الأيام، في المناسبات بصفة عامة. يعني شدوا ورقة وقلم وسجلوا عندكم شن بتقدموا، وقائمة الطعام هذه ترجع على حسب ميزانيتك، ما تكلفوش على رواحكم لو انتم يعني على قد حالكم. اهم شيء اللمة الحلوة والحسبانية، وبعدين تشيكوا على معيناتكم تشوفوا شن فيها من نواقص. لو باستطاعتكم انكم تشروا نواقصكم اشروها قبل العزومة بفترة، او لو مش مسموع عادي حتى باللي موجود عندكم تقدموا وتنظموا اموركم. يعني ما تكلفوش على رواحكم، كل شخص وشني متوفر عنده وعلى حسب استطاعته. وفي الأخير بكل أكيد تشروا النواقص متاعكم، وبعدين تبدو في التحضيرات المسبقة. زي ما وريتكم أنا التحضيرات المسبقة، درت السلطات والحلو والعصبان حتى هو في الليل موخر درته، وخلاص قبل لا نرقد شيكت على الحوش بالكامل، نظفته تنظيف عميق الحمد لله. وبعدين في الصباح طلعت الحاجات من الفريز، وزي ما قلت لكم قبل في فيديوهات التفريزات المسبقة، فيه ناس معارضة على التفريزات، نقول لكم لا، راهو احنا يد واحدة ما تصفقش. يعني شخص واحد في المطبخ من الصبح لعند يدنا المغرب هذا صعب جدا، واللي عنده صغار واللي بيقرأ قرآن واللي بيخدم على راسه، فأكيد مش حنقعدوا 24 ساعة شادين المطبخ. فلذلك ماذا بكم تديروا أشياء تشوفوا فيها مناسبة لكم، تفرزوها تفريز مسبق حتى تساعدكم، وخاصة في الأيام الأولى. طبعا نرجعوا لتفاصيل الفيديو باش ما نكترش عليكم كتر الدواء. في الصبح طلعت الحاجات زي ما قلت لكم من الفريز، خليتهم على جنب فوق الرخامة بين ما يدوبوا عندي، وبعدها بديت نجهز في معينات طاولة الأكل. قلت اللي نجهزة قبل لا يجوا ضيوفنا، رغم انهم ما همش ضيوف، هم من اهل البيت، يعني احنا اخيات في الغربة. المهم المعينات لميتهم اللي بنقدم فيهم، غسلتهم ونشفتهم، وقلت خليني نجهز اغلب الاشياء قبل لا يوصلوا اصحابنا. ما نحبش الحق ان نتعب حد معايا، وخاصة العزومة هي تعتبر عزومتي، يعني ما نحبش نشقي معايا حد، اللي يجي يكون مرتاح، حتى هو ما بعده يكون تعب في حويشة. فلذلك يجوا على الخفافي. فهنا خشيت للمطبخ وبديت نجهز في الأكلات اللي يجهز عندي. أول شيء حطيت البوريك في الكوشة لأنه يشد شوية الكوشة أو الفرن، فقلت خليني نبدأ به ونحطه على جنب، وبعدين عادي نسخنه لأن معاش فيه وقت. الوقت يعتبر قصير عندنا ما شاء الله، يعني عز الصيام. بديت ندهن في البوريك متاعي بالدحي وقطرة خل ورشيته بالسمسم، وبعدين ندخل الفرن. بعدين بديت نقلي في القطايف، سخنت الزيت متاعي وحطيت القطايف ونقلبها حتى تتحمر من الجهتين ونعسلها. هنا لو تلاحظوا بديت نقلي في القطايف قبل الموالح، من بيش الزيت يفسد عندي، وخاصة الزيت يعتبر غالي الصراحة يعني. فهنا قلت خليني نقلي القطايف قبل باش يقعد الزيت نضيف نكمل به باقي الموالح. ما تخافوش منه تقولوا انه يبنن مثلا قرفة ولا يبنن شيرة، وما شاء الله بما انها مسكرة كويس القطايف عندي فعادي ما كيناش قلنا فيه شيء الزيت. هنا بديت نعسل في القطايف متاعي. لو تبوها مقرمشة ما تغرقوهاش في العسل الواجد، يعني ما تخلوهاش واجد في العسل، طلعوها وصفوها وزينوها بأي مكسرات تفضلوها أو حتى بدون تزيين. أنا بديت نزين فيها بالفستق. بعدين جيت هنا نقلي في الموالح متاعي. زي ما قلت لكم الزيت ضروري يكون ساخن ويكون غزير. نحط كرات الدجاج ونقلبهم بالشكل اللي تشوفوا فيه. ناس واجدة تسأل فيا أمتى يا أم لقمان نقلوا الموالح، لما نطلعوهم من الفريز على طول ولا نخلوهم ياخدوا درجة حرارة المطبخ؟
لو تلاحظوا بديت نوري فيكم راهي كرات الكفتة أو كرات الدجاج رطبات عندي، يعني خليتهم ياخدوا تقريبا درجة حرارة المطبخ، يعني مازالوا مصقعات لكن في نفس الوقت طريات، لما تمسيها تلقيها رطبة ما هيش مجمدة يابسة. وأبدوا قلبوا لين تتحمر عندكم كرات الدجاج، طلعوهم صفوهم. ومن الأصناف اللي حبيت تكون في سفرتنا البطاطا المبطنة أو المبطن الليبي، حتى هو حشيناه وقليناه بالشكل اللي تشوفوا فيه، وبعدين نقلي السويس رول الملح بعد ما خديه درجة حرارة المطبخ، حتى هو نقليه مع الاستمرار بالتقليب، ضروري تقلبوه حتى ياخد من جميع الجهات نفس اللون. الحمد لله كملت أغلب الأشياء وطيبتها وحطيتها على جنب، مازال حاجات بسيطة نكملوها إن شاء الله قبل الفطور بشوية. بديت نحضر في سفرة الفطور، حطيت الرطب أو التمر. طبعا بالنسبة لسفرة الفطور تنقسم عندنا إلى قسمين، السفرة الأولى اللي هي سفرة الرطب والحليب والعصاير والحلو، هذه بروحها، هذه أول ما يدن المغرب ناكلوها أو نحلوا صيامنا بها، وبعدين نصلوا وبعدها نتعشوا. وانتم شو نظامكم بالضبط؟ هل نفسنا سفرة الرطب والحليب والحلو بروحها تحلوا بها وتكسروا صيامكم وبعدين تصلوا وتعشوا، أو العكس يعني كل شيء مع بعضه؟ فأكيد كل واحد ليه نظام معين، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام يا رب العالمين. وزي ما تشوفوا بديت نحط في الحلو على الطاولة، حطيت التمر وحطيت القطايف ومثلثات البكلاوة، حطيت التمورة وحطيت البسيسة الليبية ومعاها الكرموس أو التين المجفف ومعاها المشماش المجفف، وحطيت سفرة الحليب والعصير والقهوة. في الأخير بكل طبعا صبيتهم قبل أذان المغرب بشوية، صبيت الحليب والعصير، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. طبعا هذه سفرة الفطور متاع الرجالة وسفرتنا احنا في الدار. لو تلاحظوا حطيت لهم كل شيء على الطاولة باش بعد الفطور ما نقعدش يعني نجري ونحط لهم في حاجات للسهرية، يعني فقلت خليهم ياكلوا اللي بياكلوه توا والباقي يخلوه للسهرية أمتى ما يبوا يطقطقوا وياكلوا قدامهم. الحق اللي لما تبدأ يد واحدة وتقعدي تجري مرات حتى الحاجة تنسيها باش تقدميها. لو حطيتيها يعني في الثلاجة أو دسيتيها في دولاب أو في مكان هيك ولا هيك مرات تنسيها الصراحة. فقلت خليني نرتب أموري ونحط كل شيء على الطاولة، اللي حطيناه للرجالة حطيناه لنا احنا في الدار. وهذه كانت سفرة العشاء، حتى هي وتيتها بدري بدري وبدينا نسخن ونحطه، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. أطباق العشاء كانت كبسة معاها فخد محمر في الكوشة ومعاها السلطات والسويس رول والبطاطا المبطنة الليبية والبوريك الجبدة وكرات الدجاج وأكيد العصبان ومعاها الشربة الليبية. الحمد لله اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. هذه كانت سفرة الإفطار متاعنا، فإن شاء الله استفدتوا من فيديو اليوم ولو بحاجة بسيطة. طبعا ما تنسونيش من صالح دعائكم. حبيت نشارككم بعض المقتطفات لأن متأكدة الأغلبية حيستفادوا من الفيديو، وأنا أولهم الحق نحب نستفاد من غيري في فيديوهات العزومة، فقلت خليني نفيدكم باللي نقدر عليه. وهيك كانت عزومتنا لأصحابنا، بارك الله فيهم على تلبية الدعوة، كان يوم مميز بحضورهم. وفي الختام نحب نشكر صديقتي شكر خاص، بارك الله فيك وعطيك الصحة، وإن شاء الله ما نفقدك يا ربي، وإن شاء الله ربي يونسنا ببعضنا في هالغربة. وشكر خاص لكم أنتم متابعيني، بارك الله فيكم على حضوركم وتشجيعكم، وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في هذا الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد. ونلتقوا بإذن الله في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.